كان اول يوم النهارده ليا للجيم. اول ما دخلت حسيت ان انا داخل حلبة مصارعة 300 سبارتا جوه. مفيش بني ادم فيهم ما بينهارش. لا لا وكل شوية عاش عاش عاش. لما بيقول عاش بتحس ان دماغه طلعت 6 متر قدام وبقه ده خبط في الحيطة رجع تاني ردله. طب هو مين اللي عاش؟ وعاش في وجهي. طب ليه؟ طب هو عاش انا ذنبي ايه؟ طب انتوا بتشخطوا ليه اصلا في قلب المكان؟ دخلتي انا قصاد الناس دي. انا حسيت اول ما دخلت ان انا مجرد غزالة لسه مستحمية داخلة على أصولة ما اتغدتش بقالها 7 سنين. لو ايه داخل بقى كده اقعد اعمل شبه القصبة المزعزعة المسوسة كده وكل واحد عمال يحزق وأروح عمالة تبص وأصوات في الفريقة عمالة تطلع من كل اتجاه. طبعا استقبلوني 5 حضور اللي هو ناول الدمبل من هنا حطه الناحية التانية، واللي ما كنتش بعد إذنك تعالى ساعدني بصباعك، واللي يقولك معلش أصل الحديد مش مكفيني تعالى اقعد فوق الحديد ونرفعنا احنا الاتنين. الكابتن بتلاقي واحد عامل شبه الهرقل تنين براسين واقف في قلب النادي ماسك عصاية جسمه كله التهابات منفخ عنده دهون كتيرة ما بيقولش حاجة رجع الدمبل مكانه. ما شافش حد واقف. انت مش عارف ايه روح هناك امشي اطلع فوق تحت خش يمين خش شمال حمام الناحية التانية احسن وحش عايش يا جميل شد حلوف العب ورا مش عارف ايه سخن ضغط ايه. جوهري واقف في النص. جوهري واقف في النص بخبط على كتفه كده كده والله برقة نانسي عجرم عشان اقول له انا العب ايه. انا لسه اول يوم اول دخلتي كانت النهارده. اتضير اداني وشه مجرد بس ما برق في قلب عينيا حسيت بعرق في البنطلون مش عارف ده عرق ولا حاجة تانية. قلت له انا فهمت. قال لي ما اشوفش وشك واقف في النادي اتحرك انت الفلبينية الجديدة النهارده. هو انا داخل ببلاش؟ هو انا عشان رفيعة بتعملوا كده فيا؟ مش لاعب والواد مات معاش. مفيش حد عايش في البلد دي يا حلوف. وانا بعتلك انت الرسالة دي وهتسمعها وهتشوف.